مرحبا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من قناتنا. اليوم نقدم لكم آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي حول 4 ملفات ساخنة في الميركاتو الصيفي، ونتأكد من صحتها حتى تاريخ 18 من شهر جويلية سنة 2025. أولا، عبدو سايدي لاعب النادي الرياضي البنزرتي. اللاعب يبلغ من العمر 23 سنة ويلعب في خط الدفاع أو الوسط الدفاعي. حسب مصادر مثل مغرب فوت، فإن الترجي أبدى اهتماما باللاعب، ولكن حتى اللحظة لا وجود لعرض رسمي. هناك أيضا عرض كبير من نادي سيمبا التنزاني، وهذا يمكن أن يؤثر على انتقاله. ثانيا، معز الحاج علي نجم الاتحاد المنستيري. انتشرت أخبار تقول إنه وقع للترجي، ولكن المصادر المعتبرة مثل فوت 24 وموزاييك أكدت أن الأمر لا يزال مجرد مفاوضات، وهناك منافسة مع النادي الإفريقي. أيضا، اللاعب مرتبط بعقد لمدة 3 سنوات مع الاتحاد، وهذا يجعل خروجه مشروطا باتفاق الناديين. ثالثا، علي علوان اللاعب الأردني. بعض الصحف الأردنية ومواقع تونسية أشارت إلى احتمال وجود اتصالات بين الترجي واللاعب علي علوان، وحتى الحديث عن عرض ل4 مواسم، ولكن لم يصدر بيان رسمي من النادي، وبالتالي يبقى الأمر غير مؤكد. بالنسبة لأغبيلو، الخبر ما زال يثير الجدل. موزايك FM نشرت أنه مدد عقده حتى جوان 2028، لكن تقارير أخرى قالت إن اللاعب تراجع على التجديد بعد ضغط وكيل أعماله. الرسمي لليوم الترجي ما أخرج حتى بيان، وبالتالي نعتبر أن الملف غير محسوم 100%، وننتظر التأكيد. وفي الختام نؤكد مرة أخرى، عبدو سايدي ما زال في نطاق المفاوضات. معز الحاج علي الأمر لا يزال غير رسميا. علي علوان لا توجد أي تأكيدات نهائية. أما أونوتشي أغبيلو فقد جدد رسميا حتى 2028 حسب موزاييك FM، ومنهم من نفى تجديده، وسننتظر الصحيح بشأن اللاعب ووكيل أعماله. خليكم معنا في القناة لكل التطورات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار غول إفريقيا الترجي الرياضي التونسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.